والله اشتقنا، اقسم بالله اني اشتقت يا ريال مدريد. هلا والله بالموسم الثاني من مسلسل بنالتي الفافور ريال مدريد. بالله عليكم كيف تعرفوا انه مبابي سجل هدف بالمباراه؟ سبحان الله نفس لقطه هيداك الموسم بس اختلاف الارقام. كتر خيرك يا حبيبي يا مبابي، بس بيني وبينكم عشان ما تقولوا عم صيح، لا بنالتي مزبوط. وبعدين يا حبيبتي يا ريال مدريد، يعني انتم تكين اكثر من 200 مليون يورو على اللاعبين وعلى المدرب لبالاخر تربحوا باول مباراه بالموسم 1-0 وضربة جزاء. انا مش عم بتمسخر، هيدي حقيقة. فريق دافع هالقد، ان كنت مشجع ولا مش مشجع لريال مدريد بدك تتوقع انه يقدموا اكثر من هيك. نعرف انه اساسونا كانوا عم يلعبوا على الدفاع وحارسهم قوي، وليكوا كم شوطة لريال مدريد على المرمى، بس يا حبيبي من اصل 18 شوطة على المرمى بس 5 منهم كانت ناجحة. هيدي لتشوفوا انه مش كل شيء بالعمل الفردي يا ريال مدريد. اذا كل لاعب قاعد عم يستعرض مهاراته بعمره الفريق مش حيتطور. اذا مبابي بده يلعب لحاله وفينيسيوس لحاله وهيدا لحاله، الفريق مش حيستفيد شيء منهم. لو شفنا اليوم ريال مدريد عم تلعب اللعب الجماعي مش اللعب الفردي كنا شفنا غير نتيجه كليا، وهيدا يلي حيتعب فيه الونسو بريال مدريد. واذا استمروا هيك فريال مدريد كمان حيفشل هيدا الموسم. الشيء الوحيد يلي ممكن نلاحظه بمباراه اليوم انه متطور ومتغير هو دفاع ريال مدريد. يعني بدل ما ياكلوا 4 من برشلونه بياكلوا 3. مبروك لريال مدريد، وبتمنى بالمباريات الجايه نشوف متعه اكثر من اول الموسم. البس نظاره عمك بالصداره.